فاكرين الزحمة والباكتس اللي كان بتجري في الجزء اللي فات؟ في الجزء ده احنا مش هنقف نتفرج، احنا هنفلتر. النهاردة في طالب سايبر هنكمل حل لاب نتورك ترافيك. في الجزء الاول اتكلمنا نظري اكتر، انما في الجزء ده هنطبق عملي، وفي اخر الفيديو هننفذ اتاك عشان نطبق على اللي احنا قلناه. بس الاول لازم نعرف ازاي بنستخدم الديسبلاي فلترز عشان نكتم الدوشة دي كلها ونطلع الايفيدنس اللي الهاكر سابه وراه. جهز القهوة بتاعتك ويلا بينا نهندل اللاب ده ونقفله 100%. في البداية عايزين نعرف حركة البيانات بتمشي ازاي ومين اللي بيولدها. اول حاجة الترافيك سورسز. احنا بنقسم الاجهزة في الشبكة لنوعين اساسيين: اند بوينتس، ودي اللي بتبدأ منها البيانات او بتنتهي عندها زي السيرفرات او اللابتوبات او موبايلات وهكذا. تاني حاجة الاجهزة الوسطية، دي الأجهزة اللي البيانات بتعدي من خلالها عشان توصل لهدفها زي الفاير وولز أو السويتشز أو الراوترز. تاني حاجة لازم نبقى عارفينها الترافيك فلو. عشان نراقب الشبكة صح بنقسم الحركة لاتجاهين مشهورين جدا في عالم السوك: نورث ساوث ترافيك، ودي الحركة اللي بتدخل أو تخرج من اللان للوان، ولازم تتراقب كويس لأنها المصدر الأساسي للهجمات الخارجية، لأنها بتعدي دايما على الفاير وول. والاتجاه التاني ايست ويست ترافيك، دي الحركة بقى اللي بتمشي جوه الشركة بين الأجهزة وبعضها. المخترق لما بيدخل جهاز واحد بيستخدم النوع ده عشان يتحرك عرضيا لبقية الأجهزة، واللي بنسميه lateral movement. أمثلة بقى على عملية تدفقات البيانات: أول حاجة ال HTTPS وتفتيش البروكسي. لما جهاز يطلب الموقع مشفر، البروكسي اللي موجود بيقوم بدور الوسيط الذكي، بيفتح 2 سيشنز، واحدة بين الجهاز والبروكسي والتانية بين البروكسي والسيرفر، وده بيسمح للشركة انها تعمل TLS inspection عشان تتأكد ان المحتوى المشفر مفهوش فيروسات قبل ما توصل للموظف. وتاني حاجة الاكسترنال DNS، الجهاز مش بيكلم الانترنت مباشرة عشان يسأل عن الدومين، هو بيبعت الطلب لسيرفر DNS داخلي، والسيرفر ده هو اللي بيخرج يسأل بره عبر الفايروول والراوتر، ويرجع الرد تاني للجهاز. أهمية ده للسوك: لو لقيت جهاز بيكلم سيرفر DNS خارجي مباشرة، ده مؤشر خطر إن في فيروس بيحاول يهرب من الرقابة. تالت حاجة ال SMB مع الكيربروس، لما موظف يعوز يفتح فولدر مشترك على سيرفر الملفات، العملية بتتم في خطوات. الجهاز بيكلم الدومين كنترولر اللي هو سيرفر KDC عشان ياخد تذكرة دخول. تاني حاجة بعد ما ياخد التذكرة بيروح يكلم سيرفر الملفات ويفتح SMB سيشن. ده مثال كلاسيكي للإيست ويست ترافيك اللي لازم نراقبه علشان نمنع تسريب البيانات الداخلية. فهمك للإيست ويست والنورث ساوث هو اللي بيخليك تعرف تحط السنسورز بتاعتك فين بالظبط عشان تقفش المخترق سواء كان جاي من بره أو بيتحرك جوه. كده احنا عرفنا ايه اللي بيحصل في الشبكة. دلوقتي لازم نعرف ازاي بنجيب البيانات دي أصلا ونحللها. هنعرف 3 طرق أساسية لجمع المعلومات، وكل واحدة ليها ميزة وعيب. أول حاجة عن طريق اللوجز. اللوجز هو أول حاجة المحلل بيبص عليها. كل جهاز أو بروتوكول في الشبكة عنده طريقته الخاصة في تسجيل الأحداث. يعني مثلا زي الصورة اللي قدامنا دي، الأوث لوج بيسجل مين دخل على السيستم، والويب سيرفر لوج زي ما كاتبلك جالك HTTP بيسجل كل طلب. المشكلة بقى في اللوجز مش بتوريك كل حاجة، هي بتقولك ان في حدث حصل بس مش بتديك تفاصيل البيانات اللي جوه، زي محتوى الملفات اللي مسروقة جوه الملف مثلا. تاني حاجة لازم نبقى عارفينها برضو الفول باكيت كابتشر اللي هو اختصاره FBC. دي اقوى وسيلة لانك بتصور فيديو كامل لكل اللي بيعدي في السلك. عشان تعمل ده عندك طريقتين. اول طريقة بالنتورك تاب، ده جهاز هاردوير بتركبه في نص السلك بين الجهازين. بيشتغل ازاي بقى؟ بياخد نسخة من الإشارات الكهربائية أو الضوئية ويبعتها لجهاز المراقبة من غير ما يأثر على سرعة الشبكة خالص. والميزة بقى إن ملوش ولا IP ولا ماك أدرس، يعني المخترق مستحيل أصلا يحس بوجوده. تاني حاجة واللي هي البورت ميرورينج، الحل البرمجي. بدل ما اشتري الجهاز تدخل على السويتش وتبرمجه يبعت نسخة من البيانات اللي ماشية في بورت 1 مثلا يوديها لبورت 2. سهل في التنفيذ في الفيرشوال ماشين والكلاودز. العيب بقى ان ال FBC بيحتاج مساحة تخزين مرعبة. تخيل ان خط سرعته مثلا جيجا، لو سجلت له يوم كامل هيحتاج قد ايه مساحة. تالت حاجة بقى النتورك statistics. بدل ما نسجل كل حاجة بنسجل بيانات وصفية عن الاتصال.
وده اللي بيعمله بروتوكول النت فلو. ايه اللي بنشوفه في النت فلو؟ مين السورس اي بي ومين الديستنيشن اي بي، واستخدموا بورت كام وبروتوكول ايه، وكمية البيانات اللي اتبعتت ووقت البداية والنهاية. الفرق بين النت فلو والاي بي فيكس ان النت فلو كان لشركة سيسكو بس، لكن اي بي فيكس هو النسخة العالمية اللي كل الشركات بتستخدمها دلوقتي. طيب سريعا كده نراجع على اهم 3 طرق لتجميع البيانات. اول حاجة اللوجز، زي كشف حساب البنك بيقولك سحبت كام ومنين. النت فلو زي سجل مكالمات بيقولك كلمت مين وقعدت قد ايه. الاف بي سي زي تسجيل المكالمة نفسها، بتسمع كل كلمة اتقالت. نيجي بقى ننفذ اتاك عشان نطبق كل اللي احنا قلناه ده. اول سيناريو، في يوزر ضغط على فيشنج لينك، وده خلى الجهاز يبعت HTTP ريكويست للسيرفر بتاع الاتاكر عشان يحمل ملف باور شيل خبيث. طيب ايه المكان اللي بيجي منه ال HTTP ريكويست؟ الوان الشبكة الخارجية واللان الشبكة الداخلية. فاحنا لازم نحط التاب عند الوان. زي ما انت شايف قدامك دي كلها الريكوستات ال HTTP. احنا محتاجين ندور على جهاز استجاب لريكوست جاي من بره وفيه الكود بتاع الباور شيل، ودي تبقى الفلاج اللي هو عايزها. تاني سيناريو، هنا الموضوع اصعب شوية. الاتاكر مش بيستخدم ال HTTP، هو بيستخدم DNS text records عشان يبعت اوامر لجهاز المخترق، ودي طريقة مشهورة عشان يتجاوز الفاير وول، لان معظم الشبكات بتسمح بمرور ال DNS بدون قيود كبيرة. طب ايه اللي المفروض نعمله؟ احنا هنروح عند ال DNS سيرفر وهندور على الطلبات اللي من نوع التكست. وبالمناسبة الفلاجز بتاعت تراي هاك مي بتبدأ ب THM. وزي ما شفتوا اللاب اللي كان شكله يخض في الاول بقى دلوقتي عبارة عن شوية خطوات منطقية. فهمك للفاندمنتالز صح هيسهل عليك كتير، وده اللي احنا بنحاول نعمله. لو اللاب ده فرق معاك او فهمت منه معلومة جديدة، ما تنساش اللايك والسبسكرايب، عشان اللاب الجاي هندخل في Network Security Essentials، امن الشبكات. تابعوني على تيك توك وانستجرام عشان بنزل هناك كواليس الهندلة دي اول باول. واشوفكم في اللاب اللي جاي، ويلا بينا نتعلم صح.